الزمالك يتعادل سلبيا مع دريمز او درامز، ما تفهمش ايه الفرق اللي بيلعبها دي، شركه البسا او شركه بامبرز، ما تفهمش الفريق او مركز الشباب اللي الزمالك كان بيلعبه وما قدرش ان هو يحقق اي انتصار عليه في القاهره. دي مش مشكلتي ومش طالع احفل على الزمالك، والله انا طالع ارد على شويه البهايم اللي هم المفروض ان هم بيشجعوا نادي الزمالك، مع احترامي الكامل لجمهور الزمالك الحقيقي، الجمهور اللي فاهم كوره، الجمهور اللي واعي. انما شويه البهايم التانيين اللي طالعين ينتقدوا ويهاجموا الاهلي لمجرد تعادل النادي الاهلي في ملعب هو لا يصلح للعب كره القدم، هو مش ملعب كوره. انت رايح بتلعب في علبه بلوبيه، في علبه سردين، ده مش ملعب كوره. وكلنا شفنا وكلنا عارفين ان اي فريق مصري بيروح هناك بيحصل فيه ايه. الزمالك لما راح اتطرقع 3، بيراميدز لما راح اتطرقع 3. ففكره خروجك من الملعب بنتيجه 0-0 في ظل الاجواء والاصابات والملعب نفسه والاجواء الجماهيريه اللي موجوده هناك، لا ده عظمه طبعا. 0-0 للنادي الاهلي حاجه كبيره. ففكره المشجع الابيض ذو المخ الابيض اللي هو طالع مش فاهم حاجه، هو عايز يقلل من النادي الاهلي باي شكل وباي صيغه، ايا كانت المباراه كانت عامله ازاي او كان سير المباراه، رغم ان النادي الاهلي ما اداش مباراه وحشه. النادي الاهلي وصل وضيع وكان عامل مباراه في اول نص ساعه 10/10، ولولا اهدار الفرص كنا رجعنا بنتيجه ايجابيه. فالحمار طالع يحفل عليا ليه؟ عشان اتعادلت مع مازيمبي 0-0 وهو بيلاعب شركه بامبرز ومش قادر يجيب حتى فيها جول، مش قادر يكسب. مش طالع والله ما بحفل على الزمالك، وارد جدا الزمالك يصعد من هناك، الموضوع عادي. بس انا طالع ارد على شويه البهايم، شويه الحمير اللي شايلين لا مؤاخذه مخهم وحاطينه في حته غلط. يا ابني حبيبي، الاهلي اللي انت بتحفل عليه ده بطل افريقيا كل سنه، واصل افريقيا كل سنه، بيلعب فاينل كل سنه، بيشارك في كاس عالم الانديه كل سنه. طبعا انا فاهم ان الكلام ده مش هيفرق معاك، لان انت كل بطولاتك وكل انجازاتك قايمه على انك تشوه في النادي الاهلي وانك تكسب النادي الاهلي مباراه ولو كل 5-6 سنين مره. فهو ده اكبر انجاز ليك ممكن تحققه. غير كده انت هتقعد تشتم وتدلس وتدم في النادي الاهلي وتسيء للنادي الاهلي باي صوره. معلش بالشفا، وان شاء الله نتمنى خروج نادي الزمالك من بره بقى. يعني انت هنا اديت بشكل سيء، فريق لا مؤاخذه ملط ما عرفتش تسجل فيه جول، وكلنا شفنا امكانيات الفرق اللي انت بتلعبها. انت متخيل بعد كل ده الزمالك يخرج من بره؟ ان شاء الله نتمنى لكم الاسوأ. سلام.